نهار الجمعة 24 ابريل السلطات السورية اعلنت على واحد الخبر اللي هز مواقع التواصل وكل شيء كيتكلم عليه. تم القبض على امجد يوسف اللي ملقب جزار تضامن. هذا امجد يوسف اللي كان كيحسب ليه راسو فوق القانون وفوق الجميع سالت الاسطوره ديالو. فشنو هي القصه ديالو؟ شنو دار بالضبط في هذا الحي التضامن وكيفاش حتى قدروا يشدوه من بعد سنين ديال التخفي؟ خليكم معايا باش تعرفوا قصه ديال واحد من اخطر الظالمين اللي دازوا في التاريخ الحديث ديال سوريا. باش تفهموا العقليه ديال هذا الظالم خصنا نرجعوا واحد شويه اللور. امجد يوسف تزاد في عام 1986 في واحد القريه سميتها النبع الطيب، منطقه سهل الغاب بالريف حماه. فاش كان صغير في 2004 تحديدا دخل اكاديميه الاستخبارات العسكريه وتما فين تبرمج على القمع والولاء المطلق لنظام بشار الاسد. مع الوقت تدرج في الرتب حتى ولا ضابط ونائب رئيس الفرع 227 تابع للمخابرات العسكريه السوريه. فاش بدات الثورات السوريه في 2011 النظام صيفط امجد الجنوب العاصمه دمشق باش يقمع الاحتجاجات، وتما فين غادي يعطيو ليه السلطه المطلقه خصوصا في واحد المنطقه شعبيه حي التضامن. وهنا غنوصلوا لاخطر جزء في القصه ديالو. نهار 16 ابريل 2013 امجد والمجموعه ديالو غاديين يديروا واحد الكارثه اللي ما يمكنش العقل يتقبلها. كانوا كيوقفوا الناس في الزنقه عشوائيا، رجال عيالات شيوخ ما كيعرفوا راسهم ساكن باش تبلاو، وكيربطوا ليهم يديهم اللور وكيغطيو عليهم عينيهم باش ما يشوفوا والو. تخيلوا معايا جابوا هاد الناس لواحد البنايه مهجوره وكاين واحد الحفره كبيره معمرينها بالبنواس ديال الطوموبيلات. امجد اللي معاه كانوا كيوقفوا ديك الناس المساكن على حافه ديال هاد الحفره وكيقولوا لهم يلا هجريو باش القناص ما يجيبهاش فيكم. هما مساكن كيبداو يجريو وهما ما كيشوفوا والو، ما عارفينش فين ماشيين، حتى كيدفعوهم او كيركلوهم بواحد بواحد، والسلاح راكم عارفين اشنو كيعملوا به، وهما كيطيحوا في الحفره فوق اللي سبقوهم. وملي كيساليو كيعملوا لهم بحال اللي كيعملوا الهنود الموتى ديالهم باش ما يبقاوش الاثار ديالهم نهائيا. الفيديو اللي توثق كيبين 41 واحد، ولكن لجان الحي والتقارير كتقول باللي راه اكثر من 288 واحد اللي مشاو بهذه الطريقه، وكاين تقديرات كتوصل حتى ل 500 واحد. واللي اكثر من هادشي هما كانوا كيستغلوا العيالات المعتقلين وكيعملوا فيهم ما بغاو باش يعطيوهم المعلومات على رجالهم وعلى ولادهم. وهادشي اللي كنقول لكم دابا راه وقع في 2013، ولكن فوقاش تفضح في 2022، وتفضح بواحد الطريقه بحال ديال الافلام. فيديوهات اللي كانوا مخبيين في واحد بيسي ديال المخابرات تسربوا. واحد باحثه اكاديميه سميتها انصار شحود خدامه في جامعه امستردام دارت واحد الخطه ذكيه، صوبت كونت حساب مزيف مواقع التواصل الاجتماعي وانتحلت شخصيه ديال البنت كتحماق على النظام السوري ومعجبه بالضباط ديالو. هاد الباحثه بقات كتهضر مع امجد 4 سنين وهي كتقرب منه وكتبني معاه الثقه، حتى واحد النهار فرش راسو واعترف ليها بفمه وقال انا اللي عملت هادشي، داكشي اللي كان خصني ندير في ذاك الوقت. هذا الاعتراف تسجل وفي شهر ابريل 2022 نشرت صحيفه الجارديان البريطانيه التحقيق والفيديو وتفضح امجد يوسف في العالم كامل. واخا الفضيحه خرجت العالم النظام السوري خباه وبقى مخليه خدام في قاعده عسكريه بحال اللي ما وقع والو. ولكن دوام الحال من المحال. في دجنبر 2024 طاح النظام بشار الاسد بشكل كامل وهرب الرئيس لروسيا. هنا امجد يوسف عرف راسو حصل، هرب من دمشق وبدا كيتخبى في منطقه سهل الغاب فين عنده العائله باش يتخبى. الحكومه السوريه الانتقاليه الجديده حطته كهدف رئيسي. بقاو متبعين شهور، واحد المحاوله في 2025 فشلت حتى نهار 24 ابريل اللي هي اليوم. القوات الخاصه ووزاره الداخليه السوريه داروا عمليه حصروا من 3 ديال المستويات في قريه النبع الطيب باش يقطعوا عليه اي طريق للهروب. واخا حاول يقاوم شدوه وبان في واحد الفيديو عندهم وبانت تصويرته لابس حوايج الحبس مخطين وهو خايف وشرف شويه مقارنه بالفيديو، ولكن باينه فيه ديك السيكاتريس اللي عنده في الحاجب ديالو معروف بها. في النهايه الخوت هذا الاعتقال فرح بزاف ديال السوريين ورد شويه ديال الاعتبار الناس اللي مشاو مساكن بديك الطريقه د الحفره. دابا غيتحكم وغتكشف الحقيقه الكامله. وطبعا هذه القصه كتعلمنا واحد الحاجه اللي هي باللي الظلم مهما طال النهايه ديالو ديما كتكون خايبه، والعداله واخا تعطل ضروري كتوصل.